لما حد يبقى بتاع حريم كده وبتاع ومقضيها يقول له وانت فاكر لي نفسك كازانوفا وانت عامل لي نفسك كازانوفا. انت لو تعرف كازانوفا ده بدأ ازاي او ايه سبب هوسه بالستات فحابب اقول لك رجليه. كازانوفا وهو طفل بريء عنده 11 سنة كان عند شخص ما، فاخته قالت له تعالى يا حبيبي اغسل لك رجلك، لقد اتسخت كثيرا من اللعب. ست لطيفة مسكته غسلت رجله، من هنا عرف ان في حاجة احسن من السريلاك. ال 11 سنة ما كانش بياكل سريلاك، في هنا حاجة احسن من البوزو. هو كازانوفا بيقول ان في الوقت ده هي افرطت في التنظيف وشعر باللذة من رجليه، ومن هنا بدأت رحلة كازانوفا في ان هو يبقى راجل نسوانجي. من الاخر حولت حياته من بعد ما كان المفروض يبقى محامي كنسي والمفروض ان هو يبقى راجل متدين، ان هو بدأ علاقات نسائية كتير، يوصل للست وهو بيسيبها، يوصل للست وبيسيبها، لحد ما اتحبس بجرائم اللي هو ضد الدين زي الفسق والفجور يعني عندنا الايام دي. بعد كده هرب من السجن وبدأ يلف في اوروبا كلها. والجدير بالذكر ان البنت اللي حبها في حياته او البنتين اللي حبهم في حياته هم اللي سابوه، عملوا فيه زي ما كان بيعمل في البنات، وده دخله في مشاكل نفسية كتير. انتهى بيه الموضوع ان هو يشتغل امين مكتبة بعد ما كان بيلبس باروكة وبيحط ميك اب خفيف علشان يبان ان هو امور وشه مش اصفر وبيقعد مع نبلاء القوم. انتهى بيه الموضوع ان هو امين مكتبة وحيد حزين، ومن كتر ما هو الستات ما بقتش بترضى تبصله عشان الراجل عجز، بدأ يضيع وقته في كتابة قصة حياته اللي هي اتشهرت بعد كده، علشان يحس بنفس الشغف ونفس الشعور اللي كان بيحسه وهو في القصص دي مع كل واحدة.